يا ولد. موضوعنا اليوم، اولا انا كويتي باحث كويتي لا بس كانت شلبت باحث كويتي خلاص عاد لا انا شيعي ولا انا سني ولا لك اذا ما سودنتك زين وجاءت لي حسين ابو عبد الله يا يسوي يا اخوانا اللي في الطياره انا اتشفطت. الحمد لله. معتقدي باختصار هو القرآن والسنة، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، ما قال ردوه إلى الشيعة أو السنة. ايه القرف ده يا جدعان؟ فأنا معتقدي أخذ أي رواية أعرضها على القرآن. بكرة تندم جميل. هذا معتقدي. يأتيني برواية مش في القرآن أقول السلام عليكم. السلام عليكم يا نبرة. على الأستاذ المحترم مصطفى. شوف يا أخوان، أنا أحترمه وأجله، فيا ريت نسمع نحترمه وأجله واحترم علمائه واحترم الأئمة واحترم الكل، يحترم الكتب اللي عندي صحيح بخاري ومسلم. هلو هاي شنو هاي؟ الكتب اللي عندي صحيح بخاري ومسلم، ولا يشخص المسألة يقول النبي بال واقفا، هذا مو موضوعنا. برواية مش في القرآن أقول السلام عليكم، برواية مش في القرآن أقول السلام عليكم، يقول النبي بال واقفا. يا فشلان يا بخاري ومسلم، ولا يشخص المسألة يقول النبي بال واقفا. فهمني شنو الغلط، تعال فهمني شنو الغلط. طيب أنا كشيعي عرفت هذا التعريف، عرفته أنا. أنت جنابك من عرفت؟ أنا صراحة ما افتهمت أنت شنو معتقدك. أنا أفتخر أصير شيعي، أفتخر أصير سلفي، ما جاء به القرآن والسنة. خلاص هذا تعريفي كشيعي. الآن أسألك سؤال، ما هو التعريف المانع الجامع لديك أنت كباحث عن العصمة؟ طالما يعني طالما انت قول السؤال تاني. ما هو التعريف؟ لأن أنت قلت أنا سلفي وأنا شيعي وأنا، ما هو التعريف المشترك للعصمة؟ أنا كتعريف هذا عرفت لك، عرف لي العصمة كما عرفته لك بمصدر. أنا أريد أوجه رسالة باللغة الإنجليزية. العصمة عندي بروح امك لا. العصمة عندي أنه لا يعصي الله والرسول. أنت اسكت انا بقول لك اسكت. المفهوم اللي جبته في القرآن، العصمة ان النبي معصوم لا يعصي الله. يعني بشرفكم هذا مو مطي. العصمة عند الأئمة عندي لا يعصون الله والرسول فقط. يعني نسال من حقيقه نسال، يعني انت برايك شنو السبب؟ الرسول فقط. يعني عندي المعصوم لو واحد حفظ القرآن بحذافيره وطبق القرآن، حفظه وطبق القرآن، مو بس حفظه لا طبقه، يعني هو أيد هذا القرآن ونفذ بشكل عملي القرآن ونفذ بشكل عملي سنة رسول الله، معصوم. عندي معصوم. انت ما تعرف حتى دينك قامز دايخ بروحك، لا بحكون عليك. ثانيا انت الحين عندك العصمة بالنسبة لك هي يعني الله اجبرهم انهم يكونوا معصومين، يعني هي العصمة بسبب الله. هاي ترى غير شغله هاي. اكتبها لو سمحت ارجوك، ولا بسبب النبي والرسول او المعصوم. يعني هذه العصمة الله هو اللي جعله معصوم، الله هو اللي عصمه وجعله معصوم، يعني هو مقيد انه يكون معصوم، يعني هو مسير انه يكون معصوم. يا طيبة يا دوا العيا. ولا العصمة اختيارية، يعني هو اراد ان يكون معصوم. هل هي إرادة الله عز وجل؟ اقول قولي هذا واستغفر الله لي وللناس المحترمين